السوشيال ميديا علمتنا نعلي سقف طموحاتنا. انا محتاجه اتجوز واحد شكله حلو عشان اعرف اطلع انا وهو نعمل فيديوهات حلوه ونطلع ترند ونجيب فلوس. في ازمه اقتصاديه، خسرت نفسك عشان تاخد الفلوس، دي حاجه هتبسطك؟ خسرت اخلاقك، خسرت قيمك. فواحده واحده الصح بيندثر. مش هنشوف. السوشيال ميديا خلتنا نتاجر بولادنا، نتاجر بحياتنا، ونتاجر بجوازاتنا، ونتاجر ببيتنا، كل حاجه. حتى بنتاجر بنفسنا عشان تجيب فلوس. اعمل اي حاجه مبتذله، اعمل اي حاجه خارج المألوف، وانا اوعدك ان انت هيجيلك فلوس وهتطلع ترند. مش انتوا بس اللي عندكم مشكله، او مش الناس بس اللي بتعمل الحاجات دي عندها المشكله كمان في الناس اللي صدقته. لما بتفتح اي فيديو انت شايفه عقلك رافضه، شايفه غريب. ايه ده؟ هو ازاي يتقال كده يا جماعه؟ ازاي اللفظ ده يتقال؟ ازاي تعمل الحركه دي؟ ازاي تطلع باللبس ده؟ وتفتح الكومنتات وتلاقي ناس بتسقف، وتلاقي غيرهم تاني يوم بيقلدوهم ويبقوا بالنسبه لهم نماذج مثاليه. فانت هتحس ان انت ايه ده؟ هو انا الوحيد اللي يا جماعه؟ هو انا